اول حاجة هقولها كده صباح الفل او مساء الفل على حسب ما بتشوفوني. ابتديت معاكم الفيديو النهاردة كده بكل حماس ولياقة واول حاجة عملتها لاني كنا بالليل وما كنتش عارفة اسجل صوت خالص، كان جوزي بيتكلم في التليفون فما كنتوش هتسمعوني خالص، فقلت ان انا اسجل لكم فويس اوفر احسن. عايزه اقول لكم الفيديو النهارده من احب الفيديوهات على قلبي. انا خلاص هنا كده جهزت وخلاص همشي، رايحه على اجمل مكان كان بقالي فتره مستنيه اروح، وجوزي عملها لي مفاجاه وقال لي يلا بينا احنا رايحين بكره كذا. كنت مفكره بيهزر. هنا كده كنا ركبنا الباص وكان عدى نص الطريق وكان خلاص احنا كنا راكبين الساعه 1:30 تقريبا. وهنا كده كان خلاص الصبح، كان تقريبا الساعة 5:45 وصلنا منطقة برج العرب. أيوة مريوط، بكينج مريوط عشان بس تبقى العنوان يعني واضح جدا. طبعا اسكندرية من أكتر الأماكن اللي أنا بحبها ومن احب الاماكن على قلبي. هنا كده كانت الساعة بقت 5:30، انا ما نمتش لاني ما بعرفش انام وانا رايحة في اي حتة خالص، بس هتتفاجئوا بيا في الفيديو اللي بعد ده. انا لقيت الفيديو كبير جدا فقسمته لكم على 2. وهنا كده كنا وصلنا دير مريمينا عمار. يا مريمينا بصوا بجد من اجمل الاديره. انتوا رحتوا معايا الدير المحرق واتبسطتوا جدا، ده نسخته التانية، يعني هتتبسطوا جدا بالفيديو. اوعي تفوتي يعني نقطة في الفيديو. انا بجد صلت لكم كلكم ودعيت لكل اللي موجودين عندي في القناة، اذا كان مسيحي بقى غير مسيحي من اخواتنا المسلمين. عايزه اقول لكم دعيت لكم كلكم من جوه قلبي. اللي ليه طلب ربنا يحققها له، اللي تعبان ربنا يشفيه، اللي محتاج اي حاجه ربنا يديها له. عايزه اقول لكم المكان ده مكان كله معجزات، واللي عارف المكان عارف اللي انا بقوله. هنا كده كنا خلاص عدينا ونزلنا. اول حاجة ابتدينا بيها ان احنا دخلنا على الكنيسة علشان احنا واصلين على ميعاد قداس. وعايزة اقول لكم بسبب الامتحانات بتاعة الثانوية الدير كان تحفة وكان هادي جدا. ده المدخل بتاع الدير اللي قبل البوابتين الاساسيين، دي البوابة التانية اهي، وبعديها الكنيسة. يعني في بوابتين والتالتة بتخشي بقى على الكنيسة. دخلت كده هنا، دي اول حاجة على ايدينا اليمين كان في مكان منطقة منافذ بيع للمنتجات زي الصور والمحافظ والاكسسوارات والحاجات اللي بتبقى في مكاتب الدير دي واللي انتوا عارفينها. ودوت كده ده مشتل برضو بيبيع جميع انواع الزهور. عايزة اقول لكم الحاجة هناك معمولة كلها اورجانيك ونضيفة جدا. حتى الخضار بتاع الدير حاجات كلها طالعة اورجانيك. عايزه اقول لكم كانت معانا الشاي التقيله وندمت ندم رهيب. زي ما انتم شايفين الدير كله ورد زي ما انتم شايفين كده. ندمت ان انا ما قدرتش اشيل حاجات من الدير وزعلت بصراحه. انا وجوزي اتضايقنا لان كمان اليوم ما كانش مختصر على الدير وبس. يعني انتوا كمان هتشوفوا في الفيديو التاني احنا طلعنا على اسكندريه بقى والبحر. انا مش عايزه احرق لكم اليوم خالص علشان تشوفوا تتبسطوا معايا. انا بحب اخرجكم معايا وبحب اخليكم تقضوا معايا كل الاماكن. ده المجسم بتاع مريمينا العجايبي، وهو اتسمى بالعجايبي لانه هو عجائبي، اللي بيطلب منه حاجة ربنا بيحققها له. وخدوها عن تجربة. هنا كده المضيفة ودي الكنيسة الكبيرة على ايدي الشمال اللي وريتها لكم. طبعا اول حاجة عملتها قبل ما اعمل اي حاجة دخلت على الحمام. يا جماعة الحمام حمامات فندقية نضيفة جدا جدا، وكل حاجة كل حاجة تتخيلوها متوفرة فيها ومهيئة لأي استعدادات. بوريكوا شكلي كده مش نايمة بقى والدنيا مش متظبطة معايا خالص. طبعا الشمس كانت لسه بتطلع. وهنا كده كنت خلاص خرجت من الحمام طبعا لاني طول الطريق ما نزلتش ولا رست لاني ما اتحركتش من مكاني. هسيب لكم تسمعوا الصوت في الدير عامل ازاي.
زي ما انتوا سامعين ده الصوت كان في الدير عامه، يعني حتى لما اتملى ناس. اليوم ده كان هادي شويه، ما كانش فيه زحمه جامده زي ما قلت لكم بسبب الامتحانات، بس كان فيه كام رحله كده. بس يا جماعه تبقوا عايزين تقعدوا على الارض كده وتسيبوا الدنيا كلها واللي وراكم واللي قدامكم وتقعدوا تتاملوا في المكان قد ايه تحفه 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 يا جماعه. وكله زرع. يمكن الدير ده لفت نظري انه في كميه زرع يعني فظيعه. بصوا الورده اللي انا اقرب لكم عليها دي، الورده دي من اكتر الورود الحيه. بتحسسكم انها حية عايشة كده بجد. بالليل بتلاقوها لمت على بعض، وهنا كده ابتدت تفتح. كل ما يعدي وقت في الشمس الوردة دي بتبتدي تفتح. انا هحط لكم صورة دلوقتي وهي مفتحة على الاخر، انا اللي مصوراها. شايفين يا جماعة الصورة تحفة قد ايه وجميلة. هنا كده كنا خلاص داخلين على الكنيسة علشان نحضر القداس. وهنا كده كنا جوه الكنيسة. بصوا الكنيسة فخمة وتحفة ازاي. اتبسطنا بيها قوي يا جماعة، والمكان روحاني جدا. اللي ما راحش دير مريمينا فايته كتير. وده البابا كرولوس. عايزه اقول لكم مش هقول غير ما احلى مساكنك يا رب الجنود. شايفين الجمال يا جماعة، شايفين الراحة، شايفين الهدوء. جوزي قاعد هناك اهو، شايفينه ماسك الموبايل. انا عايزه اقول لكم برضو تاني، يمكن انا الوحيده اللي ما روحتش الدير دوت، لان الناس كتيره قوي بتروحوا وانا ما روحتش الدير هنا خالص ولا مره غير المره دي. يعني انا جوزي راحوا كتير جدا. انا ما رحتوش بصراحه ولا مره. انا اكتر اماكن بحب اروحها هي الاديره. زيارات الأديرة، حتى الناس الجديدة اللي معايا في القناة والناس القديمة شافوا معايا ان كل دير بروح وبوريه لكم. بصوا يا جماعة المجسمات بتاعة الاشجار طالعة ازاي. ايه يا جماعة الورد ده، ايه الورد ده، انا مش قادرة امسك نفسي عنه. مش قادرة يا جماعة، مش قادرة. انا بموت في الزرع يا جماعة. انا لو عندي زرع كتير زي ده كده هبقى كويسة جدا. بصوا الورد ده سبحان الله. شايفين الجمال؟ بصوا عالصورة قوي. شايفين؟ شايفين لونه ازاي متداخل، اصفر واورنج وبينك. شايفين كله كده. كله زرع بقى زي ما انتوا شايفين كده على الجنبين، وعمالين نشم في ريحة فل وياسمين، يعني حاجة تحفة بجد. هنا كده كنا داخلين المضايف، مضيفة بتاعت الدير. اي دير بيبقى فيه مضيفة. دي بصوا المضيفة بحجم ونظافة انا مش قادرة اوصفها لكم. هنا كده كنا خلاص فطرنا الحمد لله. كانت الناس قامت مشيت. الجزء اللي ورانا ده كان فيه بس ناس، فانا ما حبيتش اصوره. وده الاماكن اللي بيبقى فيها الاكل اللي الدير عامله والمشروبات. بتخشي كده بتلاقي الدير بيستقبلك بالاكل وبالشرب وكل حاجة متوفرة فيه، اللي تتخيليها واللي ما تتخيلهاش. طبعا كل ما انتوا عارفين كل ما بنبعد عن القاهرة بيبقى فيه زيادة في الدبان، فهناك في حتى البريسول للدبان. فكل حاجة متوفرة. اللي يروح هناك ما يقلقش من اي حاجة. حتى احتياجات البيت ممكن تشتري حاجات لبيتك زي مواعين وكل الحاجات دي وتوابل. هنا كده دي المنافذ بتاعة البيع. منافذ بقى منتجات الدير، من لحوم لألبان لأجبان، كل حاجة، سمنة وعسل طبيعي وزيت زيتون طبيعي، كله موجود. حتى الايس كريم، طبعا دير مريمينا معروف بيوزع على كل الكنايس. الايس كريم بتاع مريمينا ده طبيعي وقد ايه تحفة. هنا كده كنت دخلت المشتل واشتريت الصبارة دي وخليته شتلها لي في قصرية اكبر. قال لي بس زقيها علشان انا زودتلك تربة فناشفة ما فيهاش اي سوائل.
رحت دخلت كده الحمام. زي بصوا الحمام اللي ورايا يا جماعه متوفر للناس اللي قاعدين على كرسي بعجل، شايفينه كل حاجه موجوده في الدير. بجد الدير عامر، ويا رب يفضل كده لحد اخر اليوم، وربنا يحفظهم من كل شر يا رب. زقيتها كده وسبتها تصفي خالص. طبعا نضفت مكاني تماما علشان انتوا عارفين لما القصرية بتبقى لسه جديدة بتنزل بواقي تراب من اللي هو الجاف ده، فنزلتها كده زي ما انتوا شايفين، وقعدت اصفيها ورجعتها كمان الكيس. ورحت ركنتها، خليت جوزي ركنها في المكان اللي بنحط فيه الشنط في الباص. الراجل صاحب العربية حاطط فيه جرادل كده تقريبا بيغسل بيها العربية، فقلت له حطها جوه الجردل. حطها جوه الجردل ففضلت مفيش شنط جت عليها، لان محدش هيجي جنب الجردل يعني، كله بيحط جنب الجردل وبيرمي جنب الجردل، انما الجردل محدش جه عليها. وصلت بيها سليمة وهوريها لكم في اخر الفيديو. هحط لكم مقطع كده وانا حطاها هنا كده. كنت غسلت وشي وسايباها هي جنبي تتصفى. غسلت وشي كده وظبطت الدنيا وجددت السان بلوك، لاني كنت واخده معايا كل الكريمات وكل الميك اب وكل الحاجه بتاعتي، وغيار تاني وغيار لجوزي تاني، علشان احنا كنا طالعين على البحر زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. طبعا شعري كان اتفك زي ما انتوا شايفين، وقعدت انشف وشي كويس قوي يا جماعه. مهم جدا جدا لما تروحوا اي مكان زي ده كده او اي خروجه مصيف يعني، روحوا خدوا معاكوا شنطة ظهر. بجد مش هتتعبكوا لانها هتبقى طول الوقت في الباص، هتاخدوها بس تغيروا منها وترجعوا كل حاجة. اذا كان معاكي اطفال او لا، مفيش استغناء عن كل المستلزمات دي. هتستفادي قوي وهتحسي براحة وهتحسي باطمئنان وانك انتي مش عايزة تروحي البيت. انا بقول لكم الكلام ده من واقع تجربة حقيقة. انا كنت بروح المكان او الخروجه اليوم الرحلة او اي حاجة، ببقى ماشية بطولي كده يا دوبك الشنطة زي اللي ما انتوا شايفين كده. كنت هنا خلصت، كنت بخرج بالشنطة اللي هي الكروس باك اللي انتوا شايفينها دي بس، وكنت ببقى قلقانة وببقى عايزة اروح عشان ما معيش حاجة. فمن واقع تجربة خدوا كل حاجتكم معاكم. انا كنت واخده معايا خيار وطماطم وسكينه ومعلقه وعلب للغرف. كنت واخده طبعا بالاضافه للعلب بتاعه الجبن. هنا جوزي عشان قلت له صورني، بس بصوا بيعذبني علشان يصورني. طبعا الاكل اللي كان في الدير موجود. بصوا شايفين، انا سبت المقطع عشان اوريكم بيعمل ايه، عشان انتوا بتقولوا لي ليه ما فيش حد بيصورك دايما وما عندوش صبر يعني في ثانيه. بصوا بيمشي. وهنا بقول له تعالى خد الشنط، وهنا لما سابني ومشي قال لي طب خلاص تعالي هصالحك واجيب لك ايس كريم. وضحك عليا يا جماعه وانا اتصالحت، جاب لي ايس كريم فعلا. ما ده ايس كريم برضو مش اي كلام. خلاص كنا اخدنا كل حاجتنا. طبعا اول مره وريتها لكم كنا واحنا رايحين اخدنا قهوه، لان الشاي اللي احنا شربناه جوه في المضيفه ما عملش معانا حاجه بصراحه، لان احنا ما نمناش طول الليل. بس جوزي كان بيغفل شويه كده لان اليوم ده اصلا كان فيه سفر، كان مسافر، فطبعا رجع من سفر على سفر. هنا كده كنت عماله اضحك، عماله اقول له اللي شفنا واحنا عمالين نضحك كده ما شفناش واحنا كنا مبهدلين بعض الصبح. هنا كده ده المكان اللي بحكي لكم اللي فيه المكتبه بتاعه الدير والصور وكل حاجه. وده المشتل اهو اللي على ايديا اليمين. وهنا كنا خلاص طالعين من البوابه ومتجهين للمكان التاني اللي احنا رايحينه. طبعا المكان التاني انا عملت لكم بيه فيديو مخصوص. هنا كنت طالعه خلاص من الدير وبقول له باي باي يا مريمينا، وبقول لكم هنا غيرت اجيلك تاني. وانا زي الاتفاق اللي اتفقت معاك عليه. اهم حاجه ان انا دعيت لكم كلكم صدقوني، وانا بحبكم كلكم من قلبي زي ما انتم ما بتحبوني، ومحبتكم واصله ليا. طبعا هتلاقوني مكشره بسبب الشمس كانت طالعه هي وعيالها، برغم ان في هوا جامد جدا جدا، بس برضو هو مهون الشمس طبعا كتير، بس الشمس كانت مخلياني عشان انا عامله عمليه في عينيا فمش بستحمل الشمس
وممنوعة منها، وبلبس النضارة والنضارة بتقفل عليا الدنيا كلها، ما كنتش بلبسها، فعشان اتبسط واتفرج على الاماكن والحاجات الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. دي كنيسة جديدة اهي لسه بتتبني تحت الانشاء. ربنا يديهم الصحة يا رب والقوة. وخلاص كده ده منفذ برضو بيع بره للناس اللي بتعدي على الدير تشتري حاجات من غير ما تخش. ده جوزي بقى كده كان بيشرح لي، بس طبعا زي ما انتوا شايفين تحسوه بيتخانق، بس هو كده مبسوط جدا. هيشوف الفيديو ده بقى يا جماعه، اسكتوا بقى، الراجل تعب نفسه وخرجني، متخنيش اقول عليه حاجه كده ولا كده. بس هو بيشرح من جوه قلبه يعني. كنا خلاص كده بندور على الباص ورايحين نركب. الشمس طبعا زي ما حكيت لكم، وطلعنا الباص وخلاص كده. استنوني في الجزء التاني من الفيديو. بصوا الضحك بقى كله جاي، وهقول لكم جوزي عمل لي ايه في الفيديو التاني. استنوني، والاماكن التانية تحفه. اقول لكم باي باي مؤقتا دلوقتي.